رامي وين طالعين هلا؟ على راس بعصا. فيديو خبر عاجل حصريا، شريدة فنية. روح احكي يلا يا ناس بحكيك انا حبيبي يا باي. تفضل يا عيوني حبيبي. سوري نطلع مصور عادي حبيبي. تبي وراك الحفله، تبي وراك. ياي راح الدعاء بدك مشت على الشارع. رامي اعطوه علم لبنان لرامي، اعطوه علم لبنان. اعطيه علم، اعطيه علم، اعطيه علم. اعطيه علم لبنان، اعطيه علم لبنان. وين علم لبنان؟ يلا منين؟ عم يصوروا، اعطيه علم. انتبه وراك. يلا باي باي يا حلوين. يلا يعطيكم الف عافيه. ابو جاسم زينة، شو بتحب تقولي للمشترك اللبناني رامي عبر موقع خبر عاجل حصريا؟ بحب انه انا كثير بحبه. نعم. حتى لو ظهر يعني بضل مشهور. شو احساسك اليوم بهالعرس الجماهيري اللي شفناه اليوم بقلب قدمة؟ يعني اول شيء اول ما ظهر كنت كثير زعلانه، بس بعد ما شفت كل هالناس كثير انبسطت انه الاعلامي الزميل حسين مكية، شو بتحب تقول لرامي اليوم اللبناني يعني؟ لك له بدي اقول اول برايم انا بحضر اليوم، وخبر عاجل سبوت يعني ما بعرف شو سكوب اخذوا، ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني يوم كنتوا رائعين بتعقدوا، اخذتوا سكوب رائع وما حدا اخذه ولا تي في. ما حسمي اسامي بس خبر عاجل. نحن شخصيا ما حنعتبره سكوب، حنعتبره انه لازم نوقف حده لرامي كلبناني. غير لانه رامي لبناني، غير لانه رامي لبناني لازم نكون كلنا موجودين لحده وبصفه والى جانبه. غير هيك خبر عاجل، شغله مهمه لازم نقولها اليوم كمان، حقق شغله كثير مهمه. ثانك خبر عاجل بكل معنى الكلمه. شو بتحب تقول لرامي؟ بدي اقول له لرامي حتى لو ما وصل للفينال هو رفع راس لبنان. هو وصل للفينال بس ما اخذ اللقب. هو ما وصل للفينال بس هو بنظرنا هو اللي اخذ اللقب، وبدنا نهنيه. وصل لمرحله كثير منيحه ورفع لنا راسنا. ثانك يو. ميرسي.